بقول ما ينفعش أقلية يتكلموا باسم ميدان التحرير، أيضا ما ينفعش أقلية 1000 2000 5000 واحد 10000 واحد 100000 في ميدان العباسية يتكلموا ويقولوا المجلس العسكري سيبقى. المجلس العسكري لن يبقى، ونحن قد نحتاج إلى النزول إلى ميدان التحرير، ولكن لابد أنا شخصيا ممكن أنزل ميدان التحرير، لكن إمتى؟ ده الموعد. لما يحدث حدث يستشف منه ونظن منه ان المجلس العسكري مش ناوي يمشي، انا اول واحد هينزل في ميدان التحرير، واول واحد هيعتصم في ميدان التحرير، وارفض تماما بقاء المجلس العسكري في الحكم. لابد ان يسلم الحكم باسرع وقت ممكن. طيب طب اللي انت شايفه مساله الاعتصامات والدعوه لاعتصامات، ولسه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هل هيبقى في اعتصام في ميدان التحرير ولا لا خلال الايام المقبله، ولكن الامر الخطير ان لما يطلع الدكتور ممدوح حمزه او المهندس ممدوح حمزه ويقول ان انا بخاطب الدكتور كمال الجنزوري، ان هو بيقول ان لابد من الحوار في الفتره القادمه، ادوا لي مهله لمده شهرين من اجل ان احنا نتحاور، من اجل ان احنا يعني نشم نفسنا شويه، فبيقول له عايز تيجي اقلع الجاكيت واقلع الجرافته بتاعتك وتعالى اقعد مجلس الوزراء من اجل ان احنا نتحاور، من اجل نشوف احنا رايحين فين وجايين منين. دي وجهه نظر المهندس ممدوح حمزه. هو حر، من حقه يقول من غير ما أخطئه، من غير ما أشتمه، من غير ما أسيء إليه، له كل التقدير والاحترام. هو حر يقول اللي هو عاوزه. أنت بتسألني في إيه؟ هو حر يقول اللي هو عاوزه. ده كلام صح ولا غلط؟ لا، أنا شايف رأيي غير كده. أنا شايف رأيي، أنا ما تفرقش معايا إطلاقا الجنزوري أو غير الجنزوري. أنا اللي تفرق معايا ان احنا، والكلام ده انا قلته مرارا وتكرارا، احنا في مرحلة انتقالية لابد ان تمر باي طريقة، هنلصمها كده لغاية ما تخلص. احنا عاوزين ايه من الدكتور جنزوري؟ انا مش عاوز منه حاجة. انا كل ما ارجوه منه لو قدر يعمل الكلام ده يظبط الامن ويوقف النزيف الاقتصادي. طب انت شايف مش عاوز منه حاجة غير كده. البلد رايحة على فين؟ شايف ان في امن بقى الى حد انا شايف ان شاء الله ان الامن هننجح نجاح كبير في استقرار الامن ان شاء الله، وشايف ان النزيف الاقتصادي هيتوقف، وده اللي انا عاوزه من اي حد. طب لو سمعنا ان في اعتصامات في ميدان التحرير وبتعوق دخول رئيس الوزراء لمكتبه. الاعتصام والتظاهر ما زلت بقول حق مكفول للجميع بشرطين. الشرط الاول الا نفسد مرافق الدولة، الشرط الثاني الا نعطل مصالح الناس. انا بتكلم كلام شرعي، ما بتكلمش كلام سياسي. اعتصم زي ما انت عاوز، بس ما تقفلش شارع، ما تقفلش دكان، ما تحدفش طوبة، ما تكسرش سور، واعتصم زي ما انت عاوز. اللي عاوز يعتصم اعتصم في الصينية زي ما انت عاوز، وسيب الميدان مفتوح للمرور. ان انت تقفل شارع مجلس الامة ولا لا، الكلام ده مرفوض. اعتصم على الرصيف زي ما انت عاوز وسيب الشارع مفتوح. واحد هيقول لي طب ما انت من الناس اللي قفلوا الميدان يوم 28 يناير. بقول له مش انا، ده الشعب. يوم 28 يناير كان في 20 مليون مصري في الشارع. يوم الجمعة 4 فبراير كان في 20 مليون مصري في الشارع. يوم الجمعة 11 فبراير كان في 20 مليون مصري في الشارع. دول الفترة اللي احنا قفلنا فيها ميدان التحرير. مش انا اللي قفلت، ده الشعب هو اللي قفل. لما اقول ان بيبقى فيه ملايين و2 مليون و3 مليون موجودين في ميدان التحرير في هذه الجمع، ده موضوع مختلف تماما، وكنا في ثورة كلنا متفقين عليها. لكن أنا بقول اللي عاوز يعتصم يعتصم، ما بخطئوش، ما بخونوش، له كل التقدير، له كل الاحترام، لكن ب3 شروط: ما يخونش المخالفه، ما يخونش اللي بيخالفه. الحاجة الثانية ما يفسدش مرافق الدولة. الحاجة الثالثة ما يعطلش مصالح الناس. دكتور ممدوح حمزة طرد من ميدان التحرير. مين اللي طرده؟ عمرو حمزاوي، الدكتور عمرو حمزاوي طرد من ميدان التحرير. مين اللي طرده؟ مدام بوسينة كامل طردت من ميدان التحرير. مين اللي طردها؟ انا بدي نماذج ما هماش اسلاميين. تعالى الاسلاميين بقى. وسليم العوة طرد من ميدان التحرير، محمد البلتاجي طرد من ميدان التحرير، صفوت حجازي من ميدان التحرير طرد من ميدان التحرير. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيعمل كده؟ حد يقول لي الدكتور ممدوح حمزة، يقول لي مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي حاول اعتداء على الدكتور ممدوح حمزة؟ هل هم دول يا دكتور ممدوح الثوار الحقيقيين اللي انت نمت في حضنهم؟ يقول لي.
طيب مسألة الإسلاميين، بمناسبة الإسلاميين، طيب ما أنت شايف إن في كلام كتير بيتقال دلوقتي خلال الفترة الماضية، الأسبوع الماضي على وجه التحديد، الإسلاميين والمشايخ والدعاة لم يكونوا متواجدين ولم يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في البلطجة اللي تمت أمام مجلس الوزراء. أولا اللي بيقول الكلام ده حد ما بيروحش ميدان التحرير ومش فاهم يعني ايه ميدان التحرير، ويعني ما بيشوفش حاجة، ويعني يعني ما لقوش في الورد عيب قالوا يا احمر الخدين. المشايخ والعلماء والدعاة والإسلاميين، هو الشيخ عماد عفت عليه رحمة الله هو ده ايه؟ هو مش شيخ؟ نعم. مش عالم؟ مش إسلامي؟ هما مشايخ الأزهر اللي نزلوا الميدان عشان يحجبوا الدماء، مشايخ الأزهر اللي عملوا ساتر بشري أيام محمد محمود، هم دول مين؟ هو المشايخ ومجلس أمناء الثورة اللي أيام محمد محمود اللي فتحوا عمر مكرم، واللي كان كل مهمتهم هي توفير الأكل والشراب والشرب والدواء والكلام ده كله. تمام. ده كان مين؟ هو محمد محمود أو مجلس الوزراء، هو مين اللي عامل الحائط البشري دلوقتي؟ يعرف. تمام. رسالة أخيرة بتوجهها للدكتور كمال الجنزوري، تقول له إيه؟ دكتور كمال الجنزوري بقول له يعني حضرتك لغاية دلوقتي ما مليتش مكانك. لغاية دلوقتي احنا مش حاسين ان في رئيس وزراء لمصر. بقول له انت مسؤول مع الجيش عن الأحداث اللي بتحصل. انت ووزير العدل والنائب العام اللي احنا بنطالب بإقالته، انت يا دكتور جنزوري المسؤول. دكتور جنزوري يجب ان ينسى كل الاسماء التي كان يتعامل معها في ايام حسني مبارك. دكتور الجنزوري البطولة الحقيقية اللي هتصنعها هي البطولة اللي هتعملها دلوقتي، والفشل اللي هيسجل عليك هو الفشل اللي هتسجله دلوقتي. تمام. رسالة أخيرة للمشير حسين طنطاوي والمجلس العسكري. مشير حسين طنطاوي والمجلس العسكري بقول لهم قولوا اللي عندكم، طلعوا لنا الحقائق اللي عندكم، وإلا لا تتأخروا. طلعوها امبارح مش النهاردة ولا بكرة. طلعوا الحقائق اللي عندكم وقولوا اللي عندكم بالأدلة، وإلا فأنتم متهمون. أنتم متهمين اتهام واضح وصريح في كل ما يحدث. اطلعوا وقولوا ايه اللي بيحصل. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. نعم. ربنا يكرمك، نورتنا يا دكتور صفوت.